وكل شيء في اليمن اصلي جميل. ذوق العسل في اليمن يعطيك امل، لا غايتك تقطع الخط الطويل. ذوق العسل في اليمن يعطيك امل، لا غايتك تقطع الخط الطويل. في وقت نص المسافه او اقل، يا من توكل على خير توكيل. ذوق العسل في اليمن صحه وحل، لية مرض كان حله مستحيل. ذوق العسل في اليمن صحه وحل، لية مرض كان حله مستحيل. هذا جمعية وابشركم المحور القدسي اكتمل، اخوه على كل كافر او عميل. مهما اليهودي تغطرس او قتل، الحق غلاب والباطل يزيل. وترقبوا نصر قادم محتمل، تكون للعدو ضربه بالصميم تنهيه ولا تسبب له شلل. والان هو منها خايف دليل. والختم صلوا على خير الرسل، وله عدد كل ما سيله يسيل، وله عدد كل ما سيله يسيل. وسلامتكم. عبد المجيد. هذا المهرجان ايها الاخوه والكرام هو برعايه اللجنه الزراعيه السعوديه العليا ووزاره عبد الحميد الحطامي، وايضا هيئه تطوير تهامل. هذا اللي يشتغلونه واكد عليه. هذا طبعا برعايتهم مع رعايه وحده العسل، وايضا الاتحاد التعاوني الزراعي لا نغفل دوره ابدا، وهو يرعى الجمعيات ويدرب الجمعيات وينسق بتسويق العسل وغيره، كما يعمل على تنظيم الجمعيات وفق البناء المؤسسي. والان الى اخر المطاف، وهي كلمه عن الغرفه التجاريه. يتفضل الله العزيز انور الحسيني مشكورا. التعليق زارع يمني. نشكر اللجنة الزراعي ونشكر الجمعيات وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الجبار الذي سيؤدي إلى رفع مستوى إنتاج العسل في العالم بأكمله. ونشكر كل من اهتم بهذا المجال بعد الاستخدام الممنهج للعسل. تمام. استاذ عادل حياك حياك. والله بني سعد. ايوه احنا بعد جمعيه ايوه الشيخ مشروكه ونعلموهم يعني. ما خلاص اول مره احنا شاركنا مره سابقه، هم عندهم جدد ما قدم خبره، ما يتعلموا من دون الوضع يحكم عليك. مثل يعرضوا بالبرلمانات يعرضوا تكلمناهم لكن ما عنده شيء. كملوا يبيع حقوق بعد شو ندعو. عادي اكيد كلكم يد وحده ما اكيد فريق واحد. ما حاجه.